يا مساء الفل. عاوزاكي تنسي اي طريقة جربتي بيها الرز بالكبد والقوانص او الرز بالخلطة، عشان اوعدك مش هتعرفي تعمليه غير بالطريقة دي. بعد كده هعمله معاكم النهاردة بطريقتي الخاصة اللي بتودي الطعم والريحة في حتة تانية خالص. حطي لايك للفيديو ومتابعة للقناة، ويلا بينا على الطريقة الخطيرة دي على طول. جبت كده الهوم بتاعي او الكبة، حطيت 6 فصوص من التوم يكون حجمه كبير، يعني ما يعادل معلقة كبيرة مش مليانة من التوم. حطيت قرن فلفل رومي اخضر، وحطيت قرن فلفل حراق يكون لونه احمر. انا عايزة تشكيلة كده فلفل اخضر على احمر. حطيت معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة مليانة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة صغيرة من الكمون. دقيت الكلام ده كله مع بعض في الهون لحد ما عمل خليط معايا ناعم زي ما انت شفتي كده. ركنته على جنب. كنت مجهزه عندي كيلو من الكبد والقوانص. طبعا انت اعملي الكميه اللي انت عايزاها، مفيش مشكله خالص. انا بس بفصل الكبده لوحدها والقوانص والقلوب لوحدها. وطبعا مش عايزه اوصيكي ان هي لازم تتغسل كويس جدا. انا بغسلها مرتين. في الاول بنقعها كده في ميه بليمون، وبعد كده بقى اشطفها كويس، وبعدين اقطعها صغير افصلهم عن بعض، وبعدين ابتدي اغسلها تاني لحد ما الميه بتاعتها تكون شفافه، ما يكونش فيها اي دم ولا ريحه نهائي. وقبل ما اتبل الكبد والقوانص بتاعتي لازم اصفيهم، يعني بحطهم في مصفى كده ينزلوا كل السوائل او كل الميه اللي نازله من الكبد والقوانص. لازم الكبد والقوانص تكون ناشفه عشان بعد كده ما تزفرش معاكي. بعد كده بقى هبتدي اتبل الكبد والقوانص بتاعتي، ودي خطوه مهمه جدا سواء هتعمليها في رز او هتعمليها لوحدها. وانا سبق وعملتها معاكم من غير رز، وقلت لكم ان الخطوه دي بتفرق جدا. انا قسمت التتبيله اللي انا عملتها على الطبقين بالظبط. طبعا بتبلها كويس جدا وبسيبها تلت ساعه نص ساعه على حسب بقى الوقت المتاح عندك. انا سبتهم يتبلوا حوالي نص ساعه. بعد نص ساعه جبت الوok بتاعي، حطيت فيه شويه كده من الزيت، وحطيت مكعب من الزبده او معلقه من السمنه زي ما انت عايزه. وبعد كده نزلت بالقوانص بتاعتي في البدايه. وعايزه اقولك ان في المرحله دي اول ما بتنزلي بالقوانص كده في قلب الزيت بتشم ريحة خطيرة، حتى من قبل ما تدخل في التسوية او اي حاجة. حرفيا الريحة بتكون قلب الدنيا. نزلت بالقوانص في الاول تاخد صدمة كده، هفضل اقلب فيها، هسيبها حوالي 5 دقايق. طبعا انا نزلت بالقوانص في البداية لان هي بتحتاج تسوية اكتر من الكبدة، يعني الكبدة بتاخد وقت اقل كتير على النار. فانا عايزة اسوي القوانص عشان بعد كده يكونوا هما الاتنين نفس مدة التسوية. كنت مجهزة عندي بصلتين متوسطين، ويفضل البصل الابيض لانه بيكرمل وبيديكي تسكيرة حلوة كده للوصفة بتاعتنا. بس لو عندك بصل احمر مفيش اي مشكلة، بس انا بفضل البصل الابيض يعني. انا كنت مقطعة البصل بتاعي صغير جدا، وبعدين نزلت بالبصل على القوانص قلبتهم مع بعض كويس جدا. وهنزل بقى عندي بقرنين كده 3 من الفلفل الحار المجفف ده، بيدي طعم حلو جدا. وحطيت كمان كام ورقة من الورق اللورا، بتدي برضو ريحة كده حلوة للصوص. بعد كده لو مش عايزة تحطي فلفل حراق زي ما انت عايزة. وطيت النار بتاعتي وسبت بقى القوانص تستوي، يعني حوالي ربع ساعة كده، يعني تدخل في 3/4 التسوية. وبعدين طبعا مع التقليب المستمر عشان البصل بتاعي ما يتحرقش. بعد كده بقى نزلت بالكبدة بتاعتي قلبتهم مع بعض كويس جدا، ورفعت درجة الحرارة للمتوسط، وهسيب بقى الكبدة بتاعتي لحد ما تستوي. انا لحد دلوقتي ما حطيتش فلفل اسمر ولا اي حاجة. لو تلاحظوا انا ما بحبش احط في الكبد والقوانص فلفل اسمر في البداية، لانه بيغمق الكبدة او هيخليها لونها يتحول للون الاسود. قلبتهم مع بعض كويس جدا حوالي 7 8 دقايق كمان. اتأكدت طبعا انا كنت مقطعه الكبدة صغير، فاتأكدت ان هما استووا، ودقت الصوص بتاعي. ولو محتاج ملح بظبط الملح. وفي المرحلة دي حطيت بقى شوية كده من الفلفل الاسود وقلبتهم مع بعض كويس جدا. وكده بتكون الكبد والقوانص استوت معايا بنسبة 100%. في المرحلة دي بقى هبتدي، انا كنت عاملة كيلو من الكبد والقوانص فشلت 3/4 الكمية اللي انا كنت عاملاها. هسيب جزء منها في قلب الرز، والجزء الباقي هقولك هنعمل فيه ايه. بالمناسبة المكونات اللي انا استخدمتها كلها بالمقدار بتاعها انا هسيبها لكم ان شاء الله في اول تعليق تحت الفيديو، او هتلاقوه تحت العنوان اللي انا هكتبه لكم. تمام كده سبت ربع الكمية اللي انا عملتها من الكبد والقوانص عشان بس تطعم لي الرز، وباقي الكمية شلتها في طبق جانبي. نزلت على الكمية اللي في قلب الوok دي بمعلقة صغيرة من البابريكا المدخنة او البابريكا العادية زي ما انت عايزة.
وحطيت كمان ربع معلقة من القرفة. القرفة بتدي ريحة وطعم للرز حلو جدا. نزلت كمان بما يعادل كده 3 معالق كبار من دبس الرمان. قلبت الميكس الخطير ده مع بعض كويس جدا. اول ما ابتدي بس اشم ريحة البهارات اللي انا حطيتها، المكونات مع بعضها كده، بكون مجهزة عندي كوبايتين 3 من المية. يعني شوفي انت هتحطي كام كوباية من الرز، وانزلي بكمية مية قد كمية الرز بالظبط. هسيب المية بقى تغلي كويس جدا، وبعدين هدوق لو محتاجة ملح ولا حاجة اظبط الملح في المرحلة دي. وفي الوقت ده كنت غاسلة نص كيلو كده من الرز المصري العادي مغسول ومتصفي. نزلت بالرز بتاعي على المية بعد ما غلت، قلبتهم مع بعض كويس جدا. وطبعا المية بتكون فوق الرز بعقلة صباع كده. وسويت الرز التسوية العادية بتاعت الرز العادي. يعني اول لما بيتشرب كده والرز يبان بوطي درجة الحرارة على اقل حاجة، وبعدين بسيب الرز يكمل تسوية. جبت بقى البولة بتاعتي بتاعة التقديم، حطيت جزء كده من الكبد والقوانص اللي انا شلتها في طبق جانبي، الكمية اللي انا شلتها قبل ما اضيف المية بتاعة الرز وكده، وحطيتها كده في البولة من تحت، وهنزل بالرز عليها من فوق. طبعا الكبد والقوانص اللي بتكون في الرز ليها طعم، واللي بتتحط خارجي يعني على الوش دي بيكون طعم تاني خالص. في المجمل الاتنين بيكونوا حلوين قوي. ممكن تقدميه بالطريقة اللي انت عايزاها مع طبق سلطة بطاطس محمرة، وبقى عندك وجبة متكاملة طعمها وريحتها قلب الدنيا، وهتعجب الكل كبار وصغيرين، والكل هيدمنها. سواء بقى هتكلتيها بعيش او مع رز مش هنختلف، المهم انها تكون معمولة مظبوط. ان شاء الله تجربوها بطريقتي وتعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد.